شو عم تسوي يا برا؟ ايه وغداك اليوم عنا تخبريني لطفية سوي لنا كاستين شراب الورد قري ولخالتك امزكي وغيره امي جيبي لي الطنجرة واللحمة والعصايص والعظام يلا. حاضر. هدول كلهم بدك تحطيهم تحت اليبرة؟ ايه حاكم انا بحب اليبرة منغنغ ومسقسة وإدامه كتير ودسم واخد حقه. الله الله يا عيني يا عليكي يا فريال، لك طول عمري بقول عليكي انه نفسك طيب على الاكل. هلا المهم قولي لي شو الاخبار؟ شو عم يحكوا نسوان الحاره بعد الصلحه بيني وبين سعاد؟ يا ست علاء هذا الفيديو مخصص لجماعة اللي أنا بحط اليبرق على النار 12 ساعة. أنا بحط اليبرق على النار يوم عرس جدي حطيته هلأ استوى. أنا حطيت اليبرق على النار وقت مد جهاز خالتي صار له 5 سنين على النار وهلأ استوى. أنا بحب أخبركم إنه أنا 2.5 ساعة يبرق استوى. لنسحب منك الجنسية الحلبية هو وظل الأرض إن شاء الله. كؤوبة ده علاج الكؤوبة الورق العنوبة. في ايه يا ابني؟ دي تاني حلة. والله تاني حلة وبرضه مش حلة. مش حلة ايه؟ مشاكلي لسه حزين والله. طب اقول لك على حاجة، ايه رأيك تنزل تتمشى تشم هوا تكلم دكتور نفساني؟ الورق العنوبة ده علاج الكؤوبة. ابعت المقطع لشخص ما بيقدر يقاوم هالمنظر. شو بعرفك، يمكن يعزمك عليه. يا مع الروايح شي ما بقدر اوصفه. كمش راسي قبل ما ادوق. ابعت المقطع لشخص ما بيقدر يقاوم هالمنظر. شو بعرفك، يمكن يعزمك عليه. الورق العنوبة ده علاج الكؤوبة الورق العنوبة. في ايه يا ابني؟ دي تاني حلة. والله تاني حلة وبرضه مش حلة. مش افتحها هذا، افتحها ورق. يا الله ورق عنب يا الله. على قامته بس أكلة يا أم تيسير، خاصة إذا حمضه راكز وفرشة الدهنة تحته وهالعصعيس. اسكتي شطة ريالتي، يخبر قلبي أحمد شو بيحبها لهالأكلة، بس هديك سمر كل ما طبختها بتعمل لي مشكلة. قال بتحب تاكلها ناشفة، قال عاملة ريجيم تقبريني بعلاء. على اتيكيت اكل اليبرق. حيث انا اتيكيتي انه الف كل 4-5 يبرات بشوفة خبزة واكلهم مثل السندويشة، بصير هيك؟ مسموح ذلك، نعم. لسه اذا قدامي زبدية حمض يبرق خاصة الي بلت فيها سندويشة اليبرق، بخليها الخبز يتشتش بالحمض وكل اياه معبته غير نغم. وانا مثلك ذات الشي، بحب اكل اليبرق بالخبزة بس ما بترصرص لما بكون معزومة عند حد.